أعنف اشتباك جوي في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل. في 11 من سبتمبر عام 1969 نفذ الطيران المصري غارة واسعة عبر قناة السويس باتجاه سيناء المحتلة في ذلك الوقت للرد على عملية الزعفرانة الإسرائيلية على ساحل البحر الأحمر، والتي تمكنت خلالها إسرائيل من إلحاق أضرار كبيرة بالقوات المصرية. أقلعت نحو 16 طائرة مصرية من طرازات ميغ 21 وميغ 17 كمقاتلات مرافقة مع قاذفات SU-7 للهجوم الأرضي. واجهتها في الأجواء طائرات ميراج إسرائيلية مدعومة بمدفعية مضادة للطائرات وصواريخ هوك من جانب سيناء. المعارك الجوية امتدت من قناة السويس حتى دلتا النيل، ودارت على موجات قصيرة وسريعة، حيث حاولت التشكيلات المصرية الدخول لحماية القاذفات. تختلف الروايات حول الخسائر. الرواية الإسرائيلية تحدثت عن إسقاط 11 طائرة مصرية، 8 بالجو و3 بصواريخ هوك، دون خسائر إسرائيلية. مع ذلك تؤكد مصادر أخرى موثقة وقوع خسارة واحدة على الأقل، إذ أسقطت طائرة ميراج يقودها الطيار جيورا روم فوق الدلتا وأسر 3 أشهر. أما الرواية المصرية فأشارت إلى إسقاط 4 طائرات إسرائيلية مقابل طائرتين مصريتين فقط، ووصفت العملية بالناجحة. أبرزت المعركة تفوق الميراج في القتال القريب، لكنها أيضا دفعت الاتحاد السوفيتي إلى تعزيز مصر بمنظومات صواريخ سام التي ستغير ميزان القوة الجوية لاحقاً.